سريعا هقولك ازاي تنضفي الاير فراير بطريقه صح. لو انت عامله فراخ او كفته او ريش، اي حاجه مشويه سايبه دهون بالشكل ده، هقولك ازاي تنضفيها بسهوله جدا. اولا انا بفرش مفرش السيليكون ده تحتها عشان لما احط القلايه واغسلها ما تتجرحش مني من تحت. اي سائل مواعين حطيه عليها وميه سخنه، هسيبها كده في الميه المغليه وسائل المواعين شويه. بعد 10 دقايق هرجع اغسلها واوريكم نتيجه. الطريقه دي بعملها لما بكون شويه فراخ لحمه كفته زي ما قلت لكم، حاجه فيها دهون كتير. لكن لو انت عامله بطاطس مقليه او ستريبس او اي حاجه مفيش فيها الا مجرد دهون بس في الجناب، ممكن تسخني القلايه دقيقتين فاضيه، هتلاقي كل الدهون اللي في الجناب ساحت. هتمسحيها بمنديل مطبخ او فوطه مطبخ ناشفه، هتلاقي كل الدهون راحت، مش هتحتاج حتى لغسلها. لكن انا بغسلها بالشكل ده لما اكون عامله حاجه فيها دهون كتير ولازقه. تمام. باذن الله هعمل قريب فيديو كامل عن تنظيف القلايه وتنظيف المروحه والسخان بطريقه صح من غير ما تبوظيها. ونصيحه عشان تحافظي على القلايه بتاعتك من التقشير او من الصدى، بعد ما تخلصي الاكل شيلي الفيشه وسيبي الدرج بره عشان يتهوى وكل البخار اللي فيها يطلع. ما تقفليش الحله وتعينيها تاني وهي كلها بخار من جوه عشان ما تصديش. لازم تشيلي الحله والشبكه تخرجيهم بره عشان الاير فراير من جوه تتهوى وما تصديش. دلوقتي بعد ما عدى 10 دقايق، شايفه الدهون كلها نزلت جواها. شايفه بصبعك بس الدهون بتطلع، مش محتاجه دعك ولا اي حاجه. هعملها بقى بالاسفنجه، بالناحيه الاسفنج دي ممنوع، دي تجرحها وتبوظها خالص. وحاطه تحتها السيليكون عشان ما تجرحهاش. تمام، عشان وانا بغسلها برضو ما تتجرحش من تحت. انا بعملها معاكم مش هفصل عشان تشوفوا ان انا ما عملتش حاجه خالص، كلها باسفنجه وهتبقى زي الفل. موضوع سهل جدا يا جماعه، ولا حد يحط خل وكربوناته ولا يشغلها بميه، الكلام ده كله ممنوع. مكتوب في الكتالوج ان ممنوع انك تحطي جواها ميه وتدخليها الاير فراير، ممنوع خالص تحطي جواها ميه وخل وكربوناته ولا اي كيماويات. هتشيلي طبقه الدبال وبعد كده تلاقي الاكل بيلزق فيها. ممنوع اصلا تدخلي ميه، تمليها ميه وتدخليها جوه الاير فراير. دي حاجه من الحاجات المكتوبه انها ممنوعه في التعليمات. بصي معايا، شايفه لو شطفتها دلوقتي مش هتلاقي عليها اي حاجه لازقه. شايفه. وغسلي القلاية أول بأول، يعني حاولي تغسليها في نفس اليوم، ما تسيبهاش تبات بالدهون عشان ما تتراكمش عليكي وتبقى صعبة في التنظيف. الحله اهي قدامك زي الفل، هنشفها بفوطه مايكرو فايبر ما تدخلهاش القلايه وفيها اي نقطه ميه. واغسل معاكم كمان الشبكه. ايه رايكم؟ زي ما قلت لك اعمليها بالاسفنجه بالطبقه دي، لان انت لو عملتها بالطبقه دي حرف الاكس ده هي مره في مره هتلاقيه اتجرح واتشال من عليه الطبقه. وانتظروني ان شاء الله باذن الله في فيديو كامل هوريكي ازاي تنظفي القلايه كلها حتى من جوه، وكمان السخان والمروحه من غير ما تبوظيها بطريقه امنه جدا.